انت مش سوبرمان، ومهما حاولت تشيل كل حاجه على دماغك في الاخر هتتعب وهتغرق وهتقع. واكتر حاجه بشوفها عند اصحاب الشركات انه يقول انا هعمل كل حاجه بايدي علشان اضمن انها تطلع كويسه ومظبوطه. حلو، بس بعد فتره هتلاقي نفسك واقع في تفاصيل صغيره جدا وناسي مهمتك الحقيقيه، ازاي تكبر البيزنس بتاعك. وهنا بقى هنيجي للحل السحري، الديليجيشن او التفويض. لازم تكون مؤمن ان انت عنصر من عناصر المنظومه بتاعتك، عنصر مهم وعنصر اساسي، بس انت معاك عناصر كتيره جدا في المنظومه. لو ما وثقتش فيهم وفضلت ان انت تشيل الشغل لوحدك تنضغط نفسيا، بالعكس ممكن تتنرفز على اهلك في البيت وتتنرفز على الموظفين ومحدش يكون طايقك. فالحل الوحيد ان انت تدي تفويض للناس اللي شغاله معاك، اديهم الثقه دي هتكبر وهتطور مهاراتهم جدا جدا جدا. حاول تديهم التاسكات بتاعتهم محققه السمارت جولز، مشروحه ووافيه وبمواعيد، وازاي هستلم التاسك دي منكم، وبعد فتره اتفرج على المستوى هيبقى عامل ازاي. لازم تديله الثقه، انت تكون معاه كداعم ليه لما يجي يحب يسالك على اي حاجه. بعد فتره هتلاقي نفسك ارتحت جدا وتاسكاتك ما عادتش متلتله عليك. كمان هتلاقي ناس وراك كتير جدا في ظهرك قادرين يشيلوا الشغل معاك. ساعتها يبقى عندك وقت اكتر ان انت تستثمر في الناس اللي معاك، عندك وقت اكتر ان انت تطورهم، عندك وقت اكتر ان انت تعرف مشاكل العملاء بتوعك، عندك وقت اكتر ان انت تكبر وتطور البيزنس بتاعك. اعمل الحاجات دي واضمن لك ان انت هتتطور جدا في شغلك. وما تنساش انت كمدير مش دورك انك تعمل كل حاجه، دورك انك تخلي كل حاجه تتعمل صح. لو حابب تعرف اكتر عن الماركتنج او البيزنس شرفني جدا تعليقك، ولو حابب تبعت استشارتك في الرسائل هتواصل معاك في اقرب وقت. شكرا جدا ليك.